هنتكلم عن ال future simple. هتقول ايه بالانجليزي لما تبقى ناوي تعمل حاجة بعد شوية، او هتاكل حاجة بعد شوية، او هتساعد، او هكلمك، او هروح؟ كل ده بيتقال بزمن واحد، زمن ال future simple، المستقبل البسيط. القاعدة بسيطة جدا وسهلة. اول حاجة subject فاعل، وبعد كده will اللي بتبين لنا ان ده زمن future simple، وبعد كده الفعل في المصدر من غير اي اختلافات. طيب ازاي الفعل في المصدر من غير اي اختلافات؟ يعني مش متزود له اس ومش متزود له ايدي وما فيهوش برضو اي ان جي. ممكن برضو ناخد امثله زي I will eat. I will eat زي ما احنا شايفين استخدمنا الفاعل will والفعل في المصدر eat غير مصرف وغير مضاف له اي شيء. She will go هي هتذهب. She will go برضو الفاعل عندنا ما تضفنوش حاجة، جو عادي. She will study. She will study احنا هندرس، عندنا برضو الفعل ما تضفنالوش حاجة. طيب كلمة will دي بمعنى سوف، وبتشتغل مع أي ضمير زي I وي ويو وزي وهي وشي وإت. يعني مش محتاجين نحفظ له تصريفات أفعال وأزمنة وكلام من ده. يعني إيه future simple؟ هو الزمن اللي بنستخدمه لما بنتكلم عن حاجة لسه هتحصل في المستقبل. التوقعات اللي هي ايه؟ والوعود والقرارات السريعة. I will travel next week. next week دي بتدل على المستقبل future tense. طيب مثال تاني he will play football tomorrow. he will play football tomorrow زي ما احنا شايفين استخدم tomorrow في الجملة وعلى أساس إن هو هيقول على إن هو شيء هيعمله في المستقبل. وطبعا احنا ممكن نستخدمها لو لسه واخدين قرار حالا، زي مثلا واحد مثلا ممكن تكون بتقول اوكي I will open the window. حد بيقول مثلا ان الجو حر فانت بتقول له ان انا هفتح لك الشباك. تمام، ده قرار انت لسه متاخده دلوقتي. I will open the window.